سيد الوزير، لقد خرقتم الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تدخل السلطة التنفيذية في تدبير شؤون ديال الصحافة. اللجنة المؤقتة النهار جبتوها ووجهت بالرفض، واعتبرت نقص من النقوص ديال الديمقراطية في هذه البلاد، واعتبرت انقلاب تشريعي. سيد الوزير، يا حسرة حنا اللي كنطريسوا المجلس ديال حقوق الإنسان، كيف يستقيم هذا مع هذه الوضعية اللي حنا كنعيشوها؟ الكلام اللي قلتو دابا سيد الوزير لا علاقة له بأرض الواقع. كفى من التحكم وكفى من التغول وكفى من التصريحات المستفزة. هدرتوا على تكميم الأفواه ودرتوا تصريح على القانون 2022. ماذا تعدون؟ حتى مع من تتشاورون في هذا الإعداد سيد الوزير؟ بركة من محاكمة الصحفيين بالمقتضيات ديال القانون الجنائي ومعاقبة ديالهم بالغرامات مالية ضخمة، مليار و500 مليون وزيد. شنو هي المزالة اللي كنعيشوها؟ سيد الوزير جاوبنا، هاد البطائق شكون اللي كيعطيهم، شكون اللي كيحيدهم؟ سيد الوزير، الدعم العمومي فاحت رائحته، كيمشي المؤسسات اللي هي معروفه وكيتقصاو منها المقاولات الصغيره والمتوسطه والجهويه والمحليه في ضرب صارخ للعداله المجاليه. فينا هي المنجزات ديال هذه اللجنه، فينا هو الاعداد الجيد للانتخابات، فينا هي المشاورات الجيده، فينا هو البناء والاعاده البناء ديال المجلس الوطني للصحافه اللي نتوما قررتم ودخل المغرب في واحد اللائحه ديال الدول اللي كتشرع التنظيم الذاتي للصحافه. فينا هو هذا الشيء كله سيد الوزير؟ متى غادي ديروه؟ راه صافي الصحافه والناس وحريه التعبير اصبحوا الناس كيتخوفوا من هذا الشيء اللي كديروا. وشكرا سيد الرئيس. شكرا. السيد الوزير، لا يخفى أن صحافتنا تعيش محنة حقيقية في عهد هذه الحكومة، تأهيلا وتخليقا وتشتيتا للجسم المهني مع إقصاء المنظمات المهنية والاستفراد بالقرار. سبق لنا قلنا لكم أن إقبار المجلس الوطني للصحافة وتعويضه بلجنة مؤقتة ومعينة هو نكسة كارثية، وتدخل سافر من الحكومة في تدبير هيئة مهنية مستقلة، حيث أدخلتم التنظيم الذاتي للمهنة في نفق مسدود، وأحللتم أسلوب تعيين عوض انتخاب ومنطق التبعية عوض مبدأ الاستقلالية. اليوم أجل المهلة المحددة للجنة يكاد ينتهي، لكن دون أن يبدو أي انفراج في الأفق، فلا تقييم جماعي ولا تصور تشاركي للقطاع قد أنجز، ولا معالم انتخابات تحضر، ولا أواصر الجسم الصحفي توطد. الخوف، كل الخوف أن يصبح استثناء قاعدة والمؤقت والدائم. لذلك نسائلكم سيد الوزير عن الأفق الزمني لإعادة الأمور إلى نصابها عبر انتخاب مجلس وطني للصحافة والنشر. شكرا. شكرا سيد الرئيس المحترم. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، سيد الوزير المحترم، طبقا يعني التفاعل ديالكم مع السؤال ديالنا، وعدتوا بان كاين قانون اللي يمكن تدرسوه. لا اعتقد ان الزمن التشريعي اللي باقي دابا كافي باش تكون اجراء انتخابات في وقتها. اصبحت هذه اللجنه المؤقته السيد الوزير وليت نتوما كتحملوا المسؤوليه، لان تحولتم من المؤقت للتمديد للمؤقت تتحمل المسؤوليه. اصبحت اليوم البيانات المضاده، اصبحت هذه اللجنه المؤقته خلقت مشاكل داخل المهنه، والمثال هو مع النقابه الوطنيه ديال الصحافه. ولهذا اليوم سيد الوزير عليكم الا ما كانش الزمن التشريعي كيسعف باش يحبس هذا الشيء وتكون واحد الهيئه، ومن بعد القوانين يمكن لها تدار من بعد، ولكن باش يبقى هذا العبث ما يمكنش يستمر سيد الوزير. شكرا. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير فيما تبقى من الوقت تفضلوا. هنا فيما بغيتي سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد النائبه، شكرا سيد النائب. عافاك غير بعض ملاحظات بالنسبه لكارت بريس اللي تكلمتي لهم سيد النائبه. هذا من اختصاص المجلس الوطني للصحافه منذ 2018، ليس من اختصاص القطاع. وحنا واكبنا يعني مشينا في هذه العمليه، ما اعتبرنا بان خصو يبقى من اختصاص المجلس، يعني من اختصاص الصحفيين، ما يكونش من اختصاص الحكومه. بالنسبه للدعم لحد الان وهذا قلنا في اللجنه سيده النائبه، الدعم الوحيد اللي مشى هو للصحفيين ماشي للمؤسسات. وعاد بدينا طريقه ديال الدعم الجديد، وراه درنا واحد البيان رسمي وفيها اللجنه اللي غادي تدرس لا الدعم الموجه للصحافه الجهويه ولا بالنسبه يعني للمقاولات الوطنيه، ومستعد باش نناقش معكم حتى الدعم اللي مشى لهاد الصحفيين بكل شفافيه من 2020. اليوم ما تبدلاتش، يعني داك الشيء ذات الحكومه السابقه كملناه في اطار ما عشناه من الكوفيد، وعاد دابا غيبدا دعم جديد سيده النائبه المحترمه. بالنسبه للقانون سيد الرئيس المحترم، احنا في يعني في ما خصني نقول لك ماشي في الايام الاخيره، وانا ذاك غنناقشوه بالطبع في مجلس النواب والمجلس المستشارين، وديك الساعه راكم نتوما المشرعين غنشوفوا معكم
انا داك شنو ممكن يتصلح، شنو ممكن يتعدل، شنو يمكن نبدلو. فقط الفكره الاساسيه اللي خدمنا بها منذ مجيء هذه الحكومه، الا سمحتوا لي، حاولنا في الاول نجمعوا ما بين المكونات، حاولنا ما نجحناش في هذه العمليه. اعتبرنا بان لا لهم الاستقلاليه، فكلفنا المجلس الوطني باش يعطينا قراءه على الوضعيه، واعتبرنا راسنا كآليه، يعني داك الشيء اللي تفاهموا عليه كمجلس وطني غنجيبوا ونناقشوا بعضياتنا انا ذاك كمشرعين، لا في مجلس النواب لا في مجلس المستشارين. نتسناو بعدا. حنا راه قلت لكم لحد الان ما ناقشناش المضمون، ناقشنا غير الشكل، واش هذا الشيء يحترم الدستور او غير محترم الدستور، يعني الشكليات. انا يعني يعطيونا بعض الايام باش انا ذاك نوافقوا عليه في مجلس الحكومه ونناقشوه في اللجنه كيف ما كنديروه دائما، وبالطبع يجي شكرا السيد الرئيس، شكرا على طرحكم هذه الاسئله والتي تهم قطاع الصحافه باعتبارها خدمه عموميه وضروره لبناء اي ديمقراطيه، ذلك انها شان مجتمعي وكتهم المجتمع بكامله. من هذا المنطلق كان هناك مسار يسعى لضمان استقلالية مهنة الصحافة وتخليقها. هذا المسار انتهى بخلق مجلس الوطني للصحافة في 2018 كإجراء للتنظيم الذاتي للمهنة. وإن المسار الذي انتهى بإرساء المجلس الوطني للصحافة لم يكن مجرد إجراء إداري، بل هو يعكس فهم عميق بأن حرية الصحافة المنصوص عليها دستوريا لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال آليات التنظيم الذاتي. وكيتم التنظيم الذاتي للمهنة الصحافة إلى تعزيز حريتها وتكريس الحق الدستوري في ممارستها. وبالطبع الفصل 28 من الدستور واضح، والذي نص أيضا على أن التنظيم مهنة الصحافة يكون وفق أساس ديمقراطية، مما يعني أن النص الدستوري اعتبر الحكومة آلية قانونية لضمان استقلالية الصحافة وإرساء تنظيمها الذاتي. كما أن التنظيم الذاتي يسعى إلى حماية المهنة من الممارسات الغير الأخلاقية أو الغير المهنية التي قد تضر بسمعتها، مثل نشر الأخبار الكاذبة، التضليل وغيرها من الممارسات السلبية، علما أن التنظيم الذاتي لا يهم الصحفيين فقط وإنما المجتمع، لأن الصحافة تبقى في خدمة المجتمع. قبل 3 سنوات اشتغلنا على توحيد المكونات الأساسية في الصحافة المغربية. كانت هناك وجهة نظر مختلفة حول التنظيم الذاتي للمهنة والمؤسسة التي تشرف عليها، خصوصا وأن القانون الحالي أظهر بعض النواقص ويجب تعديلها. وفي هذا الإطار واصلنا المسار الإصلاح عبر إخراج مرسوم بقانون يحتاج لجنة مؤقتة انطلاقا من المجلس الوطني للصحافة حاليا، باعتباره مؤسسة منتخبة سنة 2018 من طرف المهنيين وله الشرعية في أن يشارك في هذا المسار. هذه اللجنة اشتغلت طيلة سنة ونصف على تصور شامل لمهنة الصحافة، انطلاقا من تنظيم الذاتي إلى تطوير الممارسة. هذه الخلاصات كانت بالنسبة لنا مصدر إعداد نص قانوني جديد للمجلس الوطني للصحافة تمت مناقشته داخل الحكومة أو نناقشه حاليا داخل الحكومة من حيث الشكل، على أن المضمون هو موضوع مناقش مع المهنيين في إطار التنظيم الذاتي للمهنة. وهناك اشتغال يومي لإخراج نص قانوني يضمن ممارسة التنظيم الذاتي وتخليق مهنة الصحافة. والحكومة حاليا في نهاية المسار آلية تنزيل قانون لضمان التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة واستقلاليتها. وشكرا.